عمرك سألت نفسك إحنا ليه بنحلم؟ ليه مخنا بيخلق عالم كامل وإحنا نايمين؟ أوقات بنعيش سنين في حلم بالفعل ما يتعداش مدته كام دقيقة. الزمن نفسه بيتلغي وبنعيش الوقت كأنه خيال. المخ وهو نايم مش بيقف، ده بالعكس، ده بيشتغل بطريقة مختلفة تماما عن لما نكون صاحيين. ليه في بعض الناس بتحلم إن هي بتطير أو إن هي بتقع؟ إيه معنى الحاجات الغريبة دي؟ في نوع من الأحلام اسمه الحلم الواعي، وفي الحلم ده انت بتكون عارف انك بتحلم وانت بالفعل بتتحكم بكل حاجة حواليك. وفي النظير في أحلام أخرى انت ما بتبقاش عارف ان انت بتحلم غير لما تصحى من النوم فجأة بتكتشف ده. من آلاف السنين والناس بتحاول ان هي تفسر ايه المغزى من الأحلام. هل هي رموز أو إشارات، أو هي مجرد إشارات عصبية في المخ عشوائية بس كده؟ وفي ناس بتسجل أحلامها كل يوم، بعد ما تصحى تبدأ بقى تدور على التفسيرات بتاعت الأحلام، تشوف هو ده بيعبر عن مخاوفي، عني شخصيا، عن أحلامي، عن طموحاتي. بس في الآخر، هل الحلم ليه معنى؟ ولا هو مجرد محاولة من مخك إن هو يفضل صاحي حتى وهو نايم؟ جاوبوا في الكومنت، وهجاوب على السؤال ده الفيديو الجاي إن شاء الله. ومتنساش اللايك وسبسكرايب.